مش هخليكي تجيبيه لا ب250 ولا حتى ب150. انا هخليكي تعمليه وتكوني كمان استاذة فيه. البسكويتية بتاعتنا هشة جدا وكمان مقرمشة، حاجة كده هوت يا بنات اسبيشال. وكمان في مكون سحري هنحطه على البسكويت هيخلي لك ريحته وطعمه هيروح في حتة تانية خالص. اول حاجة نوت في المقادير بتاعتنا معايا 500 جرام من الزبدة و100 جرام من السمنة. الميكس دوت يا بنات خطير. لو انت مش قادرة تعملي الزبدة يبقى هتجيبي 500 جرام من السمنة لو انت هتعمليه في الماكينة، و600 جرام من السمنة لو انت هتعمليه في كيس الحلواني. الاتنين هيمشي معاكي زي الفل. لو انت حابة تعملي ميكس زي اللي انا عملته دوت كدهوت ميكس سمنة ما بين السمنة والزبدة، تقدري تحطي 300 جرام و300 جرام. هنا اهوت مسكنا الزبدة بتاعتنا ابتدينا ان احنا نضربها بمضرب البيض ننعمها بس كده اهوت، وبعد كده هننزل عليها بكوبايتين ونص من السكر البودرة. كيلو الدقيق يا بنات بياخد كوبايتين ونص من سكر البودرة، ودوت بيكون السكر بتاعه معتدل جدا. هنبتدي ان احنا نضربهم في بعضيهم بالطريقة دي لغاية لما يديني القوام كريمي دوت. هنزل بقى عليهم بعدد 4 من البيض. لو البيض بتاعك كبير هتنزلي ب4 بس، لو البيض بتاعك بلدي صغير تقدري تنزلي ب5 بيضات. وهنبتدي ان احنا نضربهم لغاية لما البيض بتاعي يختفي ويديني ميكس كريمي تحس كدهوت ان هو فاتح جدا. اول ما هيديني الميكس الكريمي الفاتح دوت هنزل كدهوت بمعلقتين لبن بودرة على 3 معالق من المية، وهنبتدي ان احنا ندوبهم كدهوت مع بعضيهم لغاية لما احس ان انا مش شايفة اي سوائل في قلب العجينة بتاعتي، زي كده بالظبط ما عملنا مع البيض. اول ما هيديني القوام دوت هنبتدي كده بقى نعمل له تيست نشوف لو في اي حاجة سكر مثلا بودرة او اي حاجة. لا 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 لا، خلاص كله اتخلط مع بعضه واداني قوام كريمي يجنن. هبتدي هنا بقى هنزل بكيلو من الدقيق بالطريقة دي كده بالظبط، وبعد كده هو هنزل بمعلقة من النشا ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر وكمان رشة صغيرة جدا كده من الملح. وهبتدي ان انا كده اخلط المزيج كل دوت كده مع بعضه. انا عايزاه يكون خليط متجانس مع بعضه، وفي نفس الوقت انا مش عايزه اعجن. المقرمشات اللي زي ديت ما بتبقاش عايزه العجن كتير. العجن كتير في البسكويت او الغريبه او البيجي فور بتحس ان هو بينشفهم. انا همسك كدهوت ايدي بحيث ان انا بلم وفي نفس الوقت بدمج المكونات كلها مع بعضها. هنا انا في حاجه نسيت اللي انا احطها، بس الحمد لله يا رب ان انا كده افتكرتها. ايوه هي بالظبط الرشه الفانيليا. انا طبعا ما حطيتهاش على البيض بس ما فيش اي مشكله خالص، تقدري انك انت تحطيها. وكمان عندنا هنا قصنص الحليب. قصنص الحليب دوت يا بنات هتحطي منه نقطتين هيوديلك البسكوت بتاعك في حته تانية خالص. قصنص الحليب دوت كان بص البطل بتاعي في قلب المقرمشات بتاعتي. البيجي فور بقى والغريبة والبسكويت اداني طعم وريحة خرافة يا بنات. وهنبتدي برضو زي ما قلت لكم احنا مش بنعجن، احنا بنلم العجينة. اول ما تديني العجينة ديت عجينة طرية جدا وفي نفس الوقت ما بتلزقش في ايدي، يبقى انا كده هو ضمنت ان انا العجينة بتاعتي ناجحة 100%. اول ما تديني عجينة طرية وفي نفس الوقت مش ماسكه في ايدي، مش لازقه مثلا كده في ايدي او في عجين بيطلع في ايدي، يبقى انا كده شغاله شغل زي الفل. وعندي نوات البلبله اللي انا هشتغل بيها. وطبعا كيس الحلواني ده اساسي معانا، احنا مش هنعمله بالماكينه، لو انت هتعمليه بالماكينه بيكون ناشف شويه عن كده اهو. هنبتدي كده بقى ان احنا ناخد العجينه بتاعتنا ونحطها في كيس الحلواني. هو كيس الحلواني عامه اسهل كتير من الماكينه، بس للناس اللي هي ما عندهاش ماكينه او ما بتحب الشغل الماكينه. هبتدي كده بقى اجيب الصاج بتاعي سواء صاج ألمونيوم او صاج تeflon، وهتبتدي بقى ان انت اهم حاجه ان انت تمسكي كيس الحلواني بتاعك صح. انا بس ماسكه الكيس بالطريقه دي عشان خاطر بس الكاميرا انا ما كنتش حاسه ان التشكيل باين قوي. وهبتدي هنزل بواحده ورا واحده بالطريقه دي.
ما تخافيش حتى لو لزقتيهم في بعض العجينة بتاعتنا مش هتفرش، لان احنا اولا مش حاطين نشادر وانه مش مكترين البيض، والمقادير بتاعتنا مظبوطة جدا. فالبسكويتية زي ما احنا ما شكلناها زي بالظبط كده اهوت ما لقيناها. اهم حاجة اظبطي بس مقاديرك، يعني خلي مقادير الزبدة بتاعتك كويس او مقادير السمنة. ما تحاوليش ان انت تقللي حاجة او تقولي لا اشيل المكون دوت او اوفره، لا، امشي على المقادير بتاعتك مظبوط عشان تطلعي بسكويتاية مظبوطة جدا ويبقى طعمها خرافي يا بنات. شايفين الشكل دوت انا عملته كده زي شكل كده زجزاج، اداني شكل جميل جدا زي ما انتم ما شايفين كده بالظبط. بالنسبة بقى للروايح، لو انت حابة تحطي اي روايح على البسكوتة بتاعتك تقدري انك انت تحطيها، يعني بسكوت بالبرتقال، موارد وموز، بيديكي حاجات خطيرة جدا 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 جدا. انا هنا ما استعملتش لا ريحة الموارد ولا ريحة الموز عشان انا كنت عاملاه بالزبدة، فانا كنت عايزة احس بريحة وطعم الزبدة في قلب البسكوتة بتاعتي. شايفين العجينة نازلة من قلب الكيس سلسة جدا جدا جدا، عشان مقاديرنا مظبوطة. عجينة طرية جدا وفي نفس الوقت ما بتلزقش في الايد، وهي ديت المطلوب. يعني امشي على اي مقادير سواء سمنة او زبدة، اهم حاجة عندك ان البسكويتة بتاعتك تكون طرية وما بتلزقش. هنا بقى النص التاني كده اهوت انا ابتديت ان انا انزل عليه كده اهوت ب3 نقط من قصنص البرتقال، وهبتدي ان انا اقلب. انا بالفعل كنت نازله بيهم بس للاسف الحته دي ما اتصورتش، بس انا بس حبيت ان انا اوريكم انا عملت ايه. وهبتدي برضو ان انا اشكل بسكويت البرتقال بتاعي. خرافه يا بنات بجد، كان طالع خرافه. الفرن بتاعي طبعا كان سخن مسبقا درجه حراره 180. البسكويتية طالعه محافظه جدا على نقشتها، واللي بالبرتقال يا بنات كان طالع خطير، ريحه وطعم وقرمشه. والله العظيم بجد اعمليه ومش هتبطلي تمشي على الوصفه ديت. البسكويت يا بنات كان طالع خرافة. شايفين اللي هو طالع اللي هو بالبرتقال، ريحة وطعم وجودة. من الفيديو دوت الفيديو جاي هسيبكم في رعاية الله، وكل سنة وانتم طيبين.